هذه المرثية من كلمات الشاعرة الحزينة أم بشار عبد الله صالح مسوع، بنت المرحوم علي ثابت محمد ضورة، من مديرية عتمة محافظة دمار، تعزي أخوالها خالها همدان وخالها فيصل محمد ثابت آل ربيعة بعد وفاة أدهم همدان محمد آل ربيعة، والذي وفاه الأجل بحادث سير قبل 4 أعوام، والمرحوم حاشد همدان محمد آل ربيعة، والذي وفاه الأجل قبل نصف شهر في حادث سير. وكما هي تعزية ومواساة بعد وفاة والدة خالها فيصل، وكما يرثيهم بها الشيخ عبد الله صالح مسوع وابنها بشار عبد الله صالح مسوع. أداء أبو حارث زيد الصعفاني. أم بشار مسوع تقول والدمعات مثل سيول، ما بش للسعادة حلول من كثر الجفا ذي يصير. أولاد خالي الغاليين ماتوا بين لحظة وحين، وابكوا بعدهم كل عين في حادث مفجع خطير. باكي يلا بديت الحروف والدمعات تنزل صفوف في خدي وعيني تشوف أنزل الدموع الغزير. أنت الحي وأنت القوي سبحانك ونرجوك سوي، داوي قلبي المستوي يا ربي فأنت القدير. من كثر الألم والوجع والحزن الذي اندلع في قلبي وما عاد هجع، خلى الجسم حقي ضرير. أم بشار مسوع تقول والدمعات مثل سيول، ما بش للسعادة حلول من كثر الجفا ذي يصير. أم بشار مسوع تقول والدمعات مثل سيول، ما بش للسعادة حلول من كثر الجفا ذي يصير. جافني القضاء والقدر ذي قد شلق البشر، ذي كانوا ضياء النظر كالبدر المضيء المنير. أولاد خالي الغاليين ماتوا بين لحظة وحين، وبكوا بعدهم كل عين في حادث مفجع خطير. أدهم الربيعة رحل قبل 4 سنين وانتقل للباري وكان الجلال في موت ابن خالي الكبير. اتصادم مع قاطرة في خط العبر سايرة، والموت مثل ما الطايرة شله للبصير الخبير. ليش دنيا الفنا شلته حين كان السفر شغلته، ذي منه يعول سرته في هذا الزمان المريض. قد فلت حياة النكات واهله والديار والبلد، وفلت زوجته والولد عبد الله ذي هو كثير. ما قد غلق 4 سنين من هذا الوجع والانين، وان الموت يا مسلمين جا ياخذ اخوه الصغير. حاشد ذيك طلب مثل اخوه وسابر له وامه وابوه، حزن كل من يعرفه بعد وظلمت كل دير. كانوا كبر مثل الصفا نبع المرجله والوفا، للان ذكرهم مختفى من داخل قلوب الكثير. كانوا بعد احوالهم يا ناس طالبين ربهم، هو المقصد يعوله لهم من فكر الزمان الحديث. بخلق النبي تخلقوا لله كل قول فقوا، بيصلوا ويتصدقوا ما كانوا يردوا فقير. هو ترحم على جدتي ذي ماتت بسرطان عتي، أم
فيصل وقدوتي ذي في طاعة أمه يسير بعز بهذا المقال إخواني رجال الرجال همدان الذي كالجبال فيصل بيبي زار زائد وعبد الله يعزي لكم الله يعصم قلوبكم وبشر قال في حزنكم بالصبر زال الله القدير وادعي الله وتوسله بالذكر الذي أنزله يعتم واتنا منزله في عيش الجنان المثير هو ختمها